عارف ايه الفرق بين واحد بيبني بيته بالحلال وربنا مبارك له فيه، وبين واحد تاني بيلم الفلوس بالفهلوة وبكرة تضيع منه في لحظة؟ الذمة. الأمانة مش بس إنك ترجع محفظة لقيتها، الأمانة هي إنك ما تستغلش حاجة حد، وما تاكلش عرق حد شغال عندك، وما تقبضش تمن شغل أنت ما عملتوش بضمير. احنا بقينا بنسمي النصب شطارة وقلة الضمير فهلوة، بس الحقيقة ان اللي بيخون امانة شغله بيخون نفسه قبل ما بيخون الناس. الذمة هي اللي بتخليك تنام وانت حاسس ان قرشك حلال، وان دعوة واحد غلبان قضيت له مصلحة بضمير احسن من كنوز الدنيا وما فيها. أداء الأمانة مفتاح الرزق، ومن خان يوما فقد استحق العنا، فكن أمينا تعش سيدا، ولا تك خائنا فتلقى الهوانا. قرارك النهاردة، أي مصلحة لحد في إيدك اعملها بمنتهى الذمة والأمانة كأنك بتعملها لنفسك، ولو أنت صاحب شغل ادفع حق الناس قبل ما يطلبوه، وأثرك قرار صغير النهاردة.